عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم طريقة عمل البامية باللية الضاني، وشوية رز بالشعرية كده جنب الأكلة الجميلة دي. حطيت شوية من الزيت الذرة وعليهم معلقة سمنة، وهنزل بالدهون بتاعتنا اللي هي اللية. طبعا احنا عارفين البامية وجمالها مع اللية الضاني. هبتدي ان انا اقلب فيها لحد ما تسيح. ليه انا حطيت الزيت الاول؟ عشان اللية بتاعتنا ما تلزقش في الحلة وتتحرق مننا، فلازم بنحط في الاول شوية من الزيت والمعلقة السمنة اللي انا حطيتها عشان تدي الطعم الجميل بتاعنا. هبتدي ان انا اقلب فيها، وعندي بصلاية وسط كنت مقطعاها قطع صغيرة هنزل بيها، وهبتدي ان انا اقلب في البصلاية دي. طبعا احنا مش عايزينها ولا تبقى بيضة ولا تبقى محروقة، احنا عايزينها تكون متوسطة عشان تدي الطعم الجميل بتاعنا بتاع البامية. ابتدت ان هي تدبل البصلاية معايا، وعندي معلقة من التوم. هبتدي اقلب في الكلام الجميل ده كله مع بعضه. يا سلام على الريحة وجمال الريحة بتاعت البامية وريحة التقلية مع التومة بتاعتنا. كنت سلقة لحمة موزة. هبتدي ان انا انزل بيها على التقلية بتاعتنا، وهبتدي ان انا اقلب التقليب الجميل ده بتاعنا. وكنت ضاربة طماطم في الخلاط بس مصفياها. طبعا انا بحب ان انا اصفي الطماطم. هنزل بشوية من الفلفل الاسود وهنزل بالطماطم بتاعتنا، واسيبها كده تتسبك نص تسبيكة. مش هخلي الصلصة تنشف قوي معايا، عشان لسه في بامية هنزل بيها كنت مقمعاها. غسلها كويس البامية ومقمعاها وسايباها انها تنشف في المصفى بتاعتنا. بعد ما اتسبكت نص تسبيكة هبتدي ان انا انزل بالبامية بتاعتنا. عندك بقى قرن فلفل بقى مشطشط كده احمر ولا اخضر، هتنزلي بيه عشان يدي الطعم الجميل بتاعنا. والافضل ان ننزلي بقرن فلفل كده احمر اللي هو الشطة ده، بيدي طعم جميل قوي للبامية. هبتدي اقلب الكلام ده كله مع بعضه. واللحمة معانا طبعا. اللحمة كانت مسلوقة وعندي شوربة. لو لقيتها ناشفة معايا هزود شوية كده من الشوربة. ابتديت انزل بالشوربة بتاعتنا، هزود بيها عشان هي طبعا شكلها ناشف كده. فابتدي ان انا انزل بشوية شوربة من عندنا. كل الكلام ده هقلبه مع بعضه، وهسيبها تستوي على البوتاجاز. ولو احتاجت شوربة تاني حطي عليها تاني، لو حسيتي انها نشفت معاكي زودي، مفيش مشكلة خالص. كل الكلام ده بنقلبه مع بعض، وابتدي ان انا اغطي الحلة بتاعتنا كده. بعد ما هي استوت بنزل بمعلقة من التوم المدقوق. كنت دقة 4 فصوص كده توم، 5 فصوص على حسب التوم اللي عندك، ومعلقة كده تنزلي بيها بعد ما هي استوت خالص. اخر حاجة بحطها هي الملح، حطيت معلقة من الملح، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. بعد كده انا بقى بحب البامية دي احطها في طواجن فخار، واحطها في الفرن عندي. هنزل بقى بالبامية باللحمة بتاعتها في الطواجن الصغيرة، كل واحد على قد الطاجن بتاعه. وهنزل في الطواجن بتاعتي، وده بديها شوية كده في الفرن تنشف حبة، تدي طعم حلو قوي الطواجن دي، جربيها. ده الشكل النهائي بعد البامية ما خلصت، ويا سلام على عصرة الليمون عليها. حاجة تحفة بصراحة، وحاجة جنان طعمها جميل. بعد كده هبتدي اعمل شوية من الرز بالشعرية. حطيت شوية زيت، وعليهم معلقة من السمنة، ونزلت بشوية شعرية احمرت معايا. كنت غاسلة 3 كوبايات من الرز. 3 كوبايات الرز البلدي بتاعنا المصري بياخد 3 كوبايات مية. هنزل بيهم، وابتدي ان انا اقلب الشعرية مع الرز تقليبة كده كويسة. ومجهزة المية بتاعتنا اللي هما 3 كوبايات. هقلب. وبعدين بعد التقليبة الحلوة دي، طبعا الرز ده هنحط له الملح بتاعه، معيار الملح ومعيار المية بتاعتنا. نزلت بمعيار المية ب3 كوبايات. لو حاسة ان هي محتاجة شوية مية حطي، ومعلقة من الملح. هبتدي ان انا اقلب الكلام ده كله تقليبة كده حلوة عشان الملح يدوب في الرز. بعد كده ده الشكل النهائي بتاعنا بعد الرز ما استوى.
والبامية طبعا مستوية. ويا سلام قرن فلفل كده بقى حامي كده، وتحطي بقى البامية على الرز. حاجة جميلة جدا، غاية في الجمال، وجربوها بالطريقة دي. واللحمة كمان عليها يا سلام، حاجة تجنن. جربوها بالطريقة دي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكلة حلوة.